الأيام الرمضانية هي فرصة تتاح لنا من خلال هذه الأيام وهذه الليالي الغراء لنلتقي بأدباء وشعراء في حركة دائبة، سواء توقيعات شعر أو ديوان شعر أو قصص أو روايات. فهذه فرصة ممتعة لنتواصل ونمد جسور التواصل مع إخواننا حتى في جرادة وفي وجدة. وهذا يعني فتح جديد للثقافة في مدينة بركان، لأننا نفتخر بأن يقال لنا من طرف الإخوة المبدعين في وجدة بأن بركان تعرف حراكا ثقافيا أكثر من وجدة، بل تلاحما بين المبدعين وبين كل الفاعلين الثقافيين. وأنا مسرور جدا ونحن مسرورون جدا بهذا الحفل الثقافي الرائع وبالحفلات التي ستقام سواء على شرف الأستاذ مديوني الصالفي والمسرحي، ثم أنه سيقام أيضا حفل توقيع ديوان زجل للأخ الشاعر قدا جمال يوم 11 في هذه القاعة. ديوان الحاسي الذي مازال لم يخرج إلى الموجود، وطبعا سيخرج بعد في التوقيع. كاين هناك أيضا حفل توقيع ديوان أو حفل ثاني توقيع بعد حفل الصالون الأدبي بوجدة الأستاذ طيب الشاعر الذي سيكون يعني أيضا نتشرف باستيفاء به في هذه القاعة في ربما في مقبلات الأيام في أواخر رمضان إن شاء الله. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك.